مصلخ تبوك وهل استوطنوه الجن. قصص اليوم عن الجن صارت في السعودية، وتبوك يعني في شمال السعودية. فهذا الحلقة الثانية من سلسلة اللي دندن في شوارع لندن. فايش السالفة يا علي؟ قبل نبدأ لا تنسى والله كنت متابع وبسم الله. بداية قصتنا صارت في شمال السعودية في منطقة تبوك. دقيقة شوف السنجاب، ما ودي ألف الكاميرا بس ما أقدر. تعال تعال سلم كل شيء طيب، خاف أحد يعني ينقذ ولا شيء. المهم خلينا نكمل القصة. المسلخ هذا كانوا الناس يجيبوا الخرفان ويعطونها العملاء اللي هناك، يصرخونه ويعطونهم إياه. ف يعني كل ما له هذا المسلخ يعني يخوف. شوف بندخل الحين خندق، لا توكم تغطيات سناب. فالمهم فالمكان صار مهجور، فصاروا يشتكون منه العملاء، الناس اللي يجون هناك ويعطونهم الخرفان عشان يصرخونهم. فخافوا والمكان صار مهجور. يا ولد احنا نجي اخر الليل ننظف قبل لا نطلع نسمع اصوات، ما هي اصوات يعني اصوات اشبه باثنين قاعدين يسولفون، ولا هو يعني منه ولا فينا، ولكن ما ندري منهم. فهذا المسلخ صار مهجور، صار يخافون منه الناس، ولا يعني صار ما عاد يجونه. صاروا العملاء يعني الناس اللي يشترون من عندهم عشان يصلحون خرفانهم صاروا يغيرون وهاجروا المكان بكبره والمدينة. بيبي جن تبي يصيرنا شيء، احنا مو فاضيين نسوي اللي نسويه، بس ما اهم شيء ما يجينا جني ولا شيء. فالمهم بعد العملاء كذلك صار المكان مهجور، خلاص يعني في جن يعني خايفين منه، ما احنا فاضيين. فصار المكان مهجور يخوف، ولا حد صار يجي، حتى الموظفين خلاص ما حد صار يجونه. واللي يسوي هذا المسلخ قرر انه يتركه يخلونه مكان مهجور. فبداية قصتنا شخص، الشاب هذا عمره 20 سنة واسمه سالم يحب المغامرة، شخص يعني يغامر يروح أماكن فيها جن. فسمع عن هذا المكان، عن هذا المسلخ، قرر انه يجيه، لأن تكلموا عنه ناس كثار، انتبهوا لأحد يجي في جن. سالم ما يخاف إلا من الله عز وجل، ما يهاب أحد إلا الله عز وجل. فقرر انه يروح هذا المسلخ، ولكن قبله كلم اخوي قال تخوني، قال لا يا رجال صاحي يجي الجن. قال ابصر كمان بروح. جاء في منتصف الليل، يعني ما اللي يجي في منتصف الليل غبيا استغفر الله. فراح، ويوم راح صارت الأحداث غريبة وما ودي أذكر. فجاء اليوم الثاني، ويوم جاء اليوم الثاني دوروا عليه أخوياه، أو بعد في منتصف الليل لاحظوا غياب سالم، فدوروا عليه ولا لقوه. فجاء اليوم الثاني قعدوا يعني خلاص سالم مو موجود. فجاء سالم عند أهله، ويوم جاء دق الباب وأهله كانوا خايفين يدورون عن سالم، وين سالم؟ بطلوا الباب لقوا سالم قدام وجههم. سالم ايش بلاك؟ سالم ما صار نفس أول، ما كان الشخص الشاب العاقل، صار أشبه بالمجنون، صار يعني ناقص عقل، يعني غريب أطوار، يخوف، يعني ما ندري كيف صار هذا كله. يعني عود لأهله مجنون، صار أشبه بالمجنون، يعني نص عقله وما إلى آخره. فهذا قصة مسلخ تبوك. هل استوطنوه الجن؟ ما ندري. فبس كلامنا السالفة. وختام سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام.